البرنامج ده بينزل وزن كتير بيجيب نتيجة كويسة، لكن أضراره كبيرة جدا ومش مناسب ليك يا سيدي الفاضل أو يا أختي الفاضلة. الرجاء الوصول لحمية غذائية مناسبة لاحتياجاتي وطبيعة يومي، مش عشان أنزل جسمي أدمر باقي أعضائي. ما ينفعش وأنا بنزل في الدايت أو بنزل في الحمية الغذائية أأثر على معدلات الكبد أو إنزيمات الكبد، أأثر على الكلى، أأثر على البنكرياس، أأثر على كل الأعضاء التانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا، مشكلة بتواجه كل الناس بسبب السوشيال ميديا وبرامج الانترنت. عايزين نفرق بين برنامج جسمي محتاجه واحتياجات جسمي وبين برنامج يتماشى مع جميع الأعمار وجميع الفئات. بواجه في العيادات ناس كتيرة بتيجي تقول لي يا دكتور أنا عايز أعمل صيام متقطع. أول ما بديها الدايت تقول لي يا دكتور ينفع أعمل صيام متقطع؟ بقول لها حضرتك انت عارفه يعني ايه صيام متقطع؟ تقول لي يا دكتور يعني بنعمل كذا وبنعمل كذا وبناخد وجباتنا خلال 6 ساعات، او بصحى من النوم بقعد لحد الساعه 4 العصر وباجي الساعه العصر 4 ابدا وجباتي كلها لحد اخر النهار خلال 8 ساعات. طب احنا لازم نفرق، هو الصيام المتقطع ده اولا مش نظام دايت، يعني مش بلان للدايت، هو بلان لشكل اليوم، بلان لللايف ستايل. شكل يومي بيكون عبارة عن صيام متقطع، بس جوه البرنامج بتاع الصيام المتقطع لازم يكون في حمية غذائية أو احتياجات جسمي بما يتناسب مع مجهودي الحركي وطبيعة يومي. يعني ما ينفعش حضرتك تصحى من النوم الساعة 10 الصبح وتبدأ وجباتك الساعة 4 العصر عشان عامل صيام متقطع. ليه؟ الجسم لما بيتأخر في الوجبات من الساعة 10 الصبح حضرتك بتبدأ تبذل مجهود وتتحرك وتشتغل على نفسك، بيبدأ يجي يستنى وجبته بكل نهم وشراهه. وجبتك بتاعت 4 العصر دي جسمك بيتعامل معاها مبدئيا غلط وبيخزنها كلها دهون، ومفروض بدل ما يحولها لبروتين وفاتس وكربوهيدرات هو بيحولها كلها دهون تحت الجلد، بتعمل مع الوقت سنة موضعية لأن أنت أخرت عليه وجبة الفطار. ده أولا. ثانيا الحرق بتاع جسمك ما اشتغلش كويس. المحرك الرئيسي للحرق هو وجبة الإفطار. لازم حضرتك تفطر وتاخد احتياجاتك في وجبة الفطار. وجبة الفطار محرك الجسم الرئيسي. لو أخرتها أنت بتعمل صيام متقطع، بتعمل أي بلان، ده مش مصلحة جسمك، ده ضد مصلحة جسمك. يبقى احنا خلينا نفرق بين الصيام المتقطع وبين احتياجات جسمي. عايز أعمل صيام متقطع آخد وجباتي أول ما أصحى من النوم. أنا صحيت الساعة 10 آخد وجباتي من الساعة 11 وأعد من 11 يا إما 8 ساعات يا إما 6 ساعات حسب ما يتماشى مع طبيعة يومي. في ناس فعلا يومها لا يسمح ان هي تاخد وجبات على فترات كبيره، عندها وقت معين بتحب تاخد فيه وجباتها. جميل الكلام ده، بس ابدا وجباتي بدري، ما اخرش وجباتي عشان اكل بالليل. ما ابداش الصيام المتقطع بتاعي الساعه 4 عشان اعرف اكل الساعه 2 بالليل. ده مش صح، ده كلام ضد طبيعه الجسم، ضد الحرق. ابدا وجباتي 10 11 الصبح او ايا كان الوقت اللي ببدا بيه يومي، واخلي وجباتي خلال 6 ساعات او 8 ساعات. لو 6 ساعات هناخد وجبتين، وجبه في بدايه ال6 ساعات ووجبه في نهايه ال6 ساعات. لو 8 ساعات هناخد 3 وجبات رئيسيه، فطار غدا عشاء. وجبه في بدايه ال8 ساعات ووجبه في نص ال8 ساعات ووجبه في نهايه ال8 ساعات فيها كل احتياجات جسمك. ما ينفعش عشان انا بعمل صيام متقطع يبقى اقلل وجبات، ده مش مع مصلحه الجسم، لا ده ضد مصلحه الجسم. كل انسان ليه احتياجاته وليه برنامج يتماشى معاه. مش صح ان انا اعمل كيتو دايت. الكيتو دايت ده برنامج بيأثر على طبيعة الجسم ومعدلات الجسم الحيوية كلها. الكيتو دايت ده برنامج قاسي جدا جدا وبيعتمد على عدم الأكل وبيعتمد على حاجة اسمها الكيتونات. حضرتك ده ما يكونش مناسب معاك، وأثناء نزولك فترة الكيتو دايت أنت بتأثر على أعضاء كتيرة في جسمك بس أنت مش واخد بالك. أولا الضوافر، تساقط الشعر، تكسير الضوافر، دبلان البشرة. حضرتك بشرتك خلاص بيحصل لها انهيار فيها، البشرة بتكون شاحبة، وشك قدام كل الناس بشرتك بتكون لونها مش طبيعي، وبعدين ريحة النفس بتاعتك مش منطقية ومش طبيعية بسبب الكيتونات والكيتو دايت. البرنامج ده بينزل وزن كتير بيجيب نتيجة كويسة، لكن أضراره كبيرة جدا ومش مناسب ليك يا سيدي الفاضل أو يا أختي الفاضلة. الرجاء الوصول لحمية غذائية مناسبة لاحتياجاتي وطبيعة يومي، مش عشان أنزل جسمي
ادمر باقي اعضائي. ما ينفعش وانا بنزل في الدايت او بنزل في الحميه الغذائيه اثر على معدلات الكبد او انزيمات الكبد، اثر على الكلى، اثر على البنكرياس، اثر على كل الاعضاء الثانيه. ما انا فكره الكيتو دايت دي فكره ان انا بدخل برضه دهون، بس دهون صحيه في وقت معين بعد انقطاع اكل فتره كبيره. هل حضرتك شايف ان ده مع طبيعه الجسم؟ بالعكس، ده ضد طبيعه الجسم، بكل تاكيد ضد طبيعه الجسم. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. احنا المفروض ناكل، بس ناكل بكميات محدوده بدون اسراف، ونشوف المناسب لينا. ان انت تقعدي تعملي دايت شهر برنامج قاسي بدون كربوهيدرات، ده مش ضد طبيعه، لا ده ضد جسمك وضد احتياجاتك وضد كل حاجه. لازم تدي نشويات، لازم تاخدي في البرنامج بتاعك كربوهيدرات، لازم تدخلي بروتين، لازم تدخلي فيتامينز في السلطه والحاجات دي كلها. ما ينفعش حضرتك يبقى انت البرنامج بتاعك معتمد على نظام قاسي. الجسم في وقت من الاوقات هيبقى ريزيستنت، هيبدا يقاوم الدايت ده، مش هيكون مناسب ليه. ده غير ان انت مجهودك الحركي بيختلف، ده غير ان انت معدلاتك الحيويه بتختلف، غير ان انت بيحصل لك امساك. فلازم ندي الجسم فرصه ان هو ياخد نشويات عشان يحرق. الحرق على فكره بيشتغل بالنشويات. الناس كلها اللي بتمنع نشويات فتره كبيره دي حرقها بيقل جدا، ومعدلات نزولها بتكون بطيئه جدا. فلازم نفرق في المواضيع دي عشان المواضيع دي مهمه جدا. عايز تعمل حميه غذائيه، اعمل حميه غذائيه، بس خليك متماشي مع طبيعه مجهودك الحركي ومع طبيعه يومك. ما تاخدش اي بلان وخلاص، ما تاخدش اي دايت وخلاص، شوف المناسب ليومك. احنا انا باجي بقعد مع حاله بعمل بلان مصممه ليك، هي خصيصا ليومك، مش جايبينها من على الانترنت او جايبينها من السوشيال ميديا بنقول لك البرنامج ده مناسب ليك. لا، احنا بنصمم برنامج يتماشى مع طبيعه احوالك اليوميه علشان نجيب نتيجه كويسه. ده اهم حاجه. لازم ادخل نشويات. ممكن لو عايز اخد برنامج قاسي ممكن اخليه اسبوع واحد وارجع تاني للدايت بتاعي الاساسي. البرامج الكيميكال، البرامج الكيميائيه قاسيه جدا على الجسم ضد احتياجات الجسم. احيانا بلجأ ليها، بس اسبوع واحد خلال شهور كتيره، تمام، عشان ثبات الوزن بنغير بيه موضوع الحاجات الكيميكال، تمام. لكن ما ينفعش افضل مستمر طول حياتي على برنامج كيميكال، ده طبعا ضد مصلحه جسمي. فكره الفواكه، فكره الخضار، فكره الموز بالحليب، ان انا اقعد اخد اسبوع كله خضار او خضروات، واقعد اخد الاسبوع كله فواكه، اقعد اخد الاسبوع كله رجيم الزبادي، اخد الاسبوع كله موز بحليب. ده بنعمله في حاله ثبات الوزن، لما يكون جسمي ثابت بقاله فتره كبيره بكسر بيه ثبات الوزن، بعد كده برجع تاني للحميه الغذائيه بتاعتي وبدخل نشويات كتيره علشان جسمي يحرق كويس. لكن ما ينفعش تبقى حياتي كلها كده، هاثر على كل اعضائي، كل المعدلات الحيويه بتاعت الجسم هتتاثر. حياتي هتبقى مفيش مجهود، مفيش طاقه بدنيه، مش هعرف ابقى انسان منتج في المجتمع. احنا عايزين نعمل حميه غذائيه من غير ما ناثر على اي حاجه في يومنا. عايزين نبقى انسان، او انا شخص طبيعي بعمل دايت، لان انا بعمل لايف ستايل، مش بعمل حاجه قاسيه. لان حضرتك اول ما بتسيبي النظام الغذائي ده اللي هو بيكون قاسي على احتياجاتك، ترجعي عندك شهيه وعندك نهى مشربه كبيره جدا، انت حضرتك محرومه فتره كبيره. فطبيعي اول ما تسيبي البرامج دي هترجعي الشهيه عندك مفتوحه على الاخر، انت حاسه بالحرمان. احنا عايزين نعمل دايت من غير حرمان، من غير قسوه، من غير رياضه قاسيه، تكون متماشيه مع جسمنا. يا ريت يا جماعه دايما نختار البرنامج المناسب لينا. في برامج كتير او موجوده مختلطه موجوده على الانترنت. عشان تتابع برنامج غذائي لازم تكون تحت اشراف طبيب معالج، لازم يكون حد بيشرف على الحاله، لازم يكون حد بيحسب لك احتياجاتك، لو هي ضمن الكالوريز، لو هي بتتحسب بالبروتين، حسب يومك وحسب مجهودك الحركي. يا جماعه يا ريت ما ناخدش اي برنامج وخلاص، تمام، ونلجأ للناس المتخصصه ان هي تدينا برنامج علشان ما يأثرش على باقي المعدلات الحيويه بتاعت الجسم، لان ده بينتج عنه مشاكل صحيه كتيره مع الوقت. يا ريت نخلي بالنا. شكرا.